اليوم على سفرتي في طبق ما بيتعوض، اللقمة منه بتنزل بالقلب قبل الطعم. يعني على قد ما طلعوا طيبين يا ريت لو بقدر أدوقكم كلكم منهم، بس أكيد رح أعطيكم الطريقة بالتفصيل لتعملوا أطيب وأشهى أكلة ششبرة. رح أقولكم عن سر اللبن بقوام كريمي وأبدا مو فارغ، وعن العجينة الطرية والرهيبة يلي بعملها، وأكيد مع الحشوة المميزة. جهزوا حالكم واستعدوا لهالأكلة الرهيبة. حبيت أنزل لكم الطريقة قبل رمضان لحتى تستفيدوا منها. وقبل ما نبلش بهالوصفة الرهيبة بتمنى ما تنسوني من دعمكم باللايك للفيديو. اللايك كتير مهم، والمتابعة على الصفحة ليوصلكم كل جديد أنا بقدمه. ويلا نبدأ. رح أحتاج هون 3 أكواب من الطحين متعدد الاستخدامات، ورح أنخل الطحين كتير منيح. أنا هون استخدمت كوب معياري سعته 250 مل. بس أخلص من تنخيل الطحين رح أضيف نص معلقة صغيرة من الملح، وهلأ رح أضيف مي بدرجة حرارة المطبخ بشكل تدريجي مع العجن المستمر لحتى تنلم معاي العجينة وتصير بقوام طري ومتماسك، نفس الوقت ما بتلزق بالإيد. طبعا رح أحتاج تقريبا من كوب إلا ربع لكوب من المي، ومثل ما قلت لكم ببدأ تدريجي بإضافة المي لأوصل لهذا القوام. لأنعم العجينة رح أضيف عليها شوي صغيرة من الزيت النباتي، وهلأ بجيب صحن وكمان بدهنه بشوي صغيرة من الزيت وبغطي الصحن وبترك العجينة لحتى ترتاح تقريبا نص ساعة. بهذا الوقت رح أحضر الحشوة. بمقلع على النار رح أضيف معلقتين كبار من الزيت النباتي أو السمنة، وبس يحمى عندي الزيت رح أضيف عليه حبة بصل حجمها متوسط فرمتها فرمة ناعمة. رح أقلب البصلة لتدبل عندي شوي، وهلأ رح أضيف عليها 400 جرام من اللحمة. أنا هون استخدمت لحمة خروف مفرومة فرمة ناعمة. طبعا بس أنزل اللحمة رح أخلي درجة حرارة النار مرتفعة، وبستمر بتقليبها لأتخلص من كل السوائل يلي رح تنزل عندي منها. وبس يتغير عندي لون اللحمة وتبدأ تستوي رح أضيف البهارات. رح أضيف معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من البهارات المشكلة. والبهارات المشكلة إضافتها اختيارية. طبعا في كتير ناس ما بيطبخوا اللحمة أو ما بيستووها، بس أنا بصراحة ما بفضل، بحبها تستوي قبل ما أحطها باللبن. هون اللحمة عندي استوت. هلأ رح أخذ العجينة بعد نص ساعة. شوفوا ما شاء الله ما أحلى قوامها وما أطراها. رح ألمها ورح أحطها على قطاعة، ورح أقطعها ل4 قطع. رح أخذ قطعة لأشتغل فيها، ورح أكور باقي القطع وأضبهم وأغطيهم. وهلأ متابعيني الحلوين خبروني من أي بلد بتتابعوني، كتير بحب أتعرف عليكم وأكون على تواصل دائم معاكم. طبعا أخذت القطعة الأولى وحطيتها على سطح، رشيت عليه رشة منيحة من الطحين. هلأ رح أرق العجينة بالشابك أو بالمرق. بالنسبة لسمك العجينة ما بدي إياها تطلع معي كتير سميكة، نفس الوقت مش كتير رقيقة. رح أجيب هلأ فنجان قهوة، ورح أبدأ بتقطيع العجين بهذا الشكل. هلأ وبعد ما أقطع العجين رح أخذ الزوائد، رح ألمهم وأعجنهم كتير منيح، وبحطهم بصحن بتركهم يرتاحوا. طبعا بغطيهم، وأكيد رح أرجع أشتغل فيهم. طبعا رح أبدأ بحشي هلأ العجين. رح أحط معلقة صغيرة من اللحمة على كل قطعة من عجينة الششبرة، وبسكر الحبة كتير منيح، بلفها وببرمها وبرجع بسكرها بهذا الشكل لتصير مثل الطاقية. وهلأ رح أخلص الكمية كاملة ورح أدخلهم على الفرن. رح أدخلهم على فرن حامي يا دوب ياخدوا لون زهري خفيف مثل اللي عم بتشوفوه. أنا بصراحة بفضل هاي الطريقة. طبعا في ناس بيسلقوه بالمي، وفي ناس بيحطوه ني، وفي ناس بشمعوه مثل شوي صغيرة بالفرن. خبروني أي طريقة أنتو معتمدين. هلأ هون بطنجرة وعلى البارد رح أضيف 1.5 كيلو من اللبن. طبعا هذا اللبن عملته معاكم، بتلاقوا الوصفة بالصفحة. أنا بصراحة بحب أخلط اللبن مع الشنينة. رح أضيف نص كيلو من الشنينة. لو مو متوفر عندكم شنينة بتقدروا تستخدموا بس اللبن. حطوا 2 كيلو وضيفوا شوية مي عليه. وأنا هون ضفت على اللبن معلقتين كبار من النشا، مع معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من بودرة مرق الدجاج، أكيد اختيارية بس هي بتعطي نكهة كتير طيبة، ورشة صغيرة من الملح. حركته مع البارد كتير منيح، ورفعت الطنجرة على النار واستمريت بالتحريك. أبدا ما بترك التحريك لحتى ما يفرط معاي اللبن. بس يبدأ عندي اللبن يغلي ببدأ بإضافة حبات الششبرك حبة حبة. أبدا ما بضيفهم دفعة واحدة لحتى ما يلزقوا عندي ببعض ويعجنوا. بحركهم بهدوء بهاي الطريقة، وبتركهم على النار ليستووا عندي تماما شي ربع ساعة. شوفوا ما شاء الله كيف قوام اللبن كريمي وناعم، بجد بشهي القلب. رح أجيب مقلاية ورح أحط فيها معلقتين كبار من السمنة، ورح أضيف على السمنة حبتين كبار من التومة المهروسة مع الكزبرة أكيد، وبضيفهم على الششبرك بهاي الطريقة. وهيك الششبرك الرهيب صار جاهز معاي. رح أسكبه هلأ بصحن التقديم، وهلأ رح أضيف عليه شوية من الصنوبر المقلي أو اللوز المقلي حسب
شو متوفر عندكم، ورح أزين الوش بشوية من الكزبرة الخضراء. قدمت جنب الشيش برك رز مفلفل بالشعرية. ما بتتخيلوا قديه هالأكلة طيبة، بجد إنها بتستحق التجربة، كتير رح تعجبكم. كتير بحب أعملها أول يوم برمضان، جربوها بهاي الطريقة، متأكدة أبدا ما رح تندموا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوني من دعمكم، وصحتين وعافية على قلبكم يا رب مقدما.